لو انت من الجيل اللي قبلي بشوية او بعدي بشوية او الجيل بتاعي، هتبقى انت طلعت على النظريات والثقافة بتاعت انه محدش بيكبر غير بالواسطة، وانه مش سهل انك تنجح ومش سهل انك تتطور. لو انت طلعت على الحاجات دي، تعالى اقول لك انا جربت ايه ونفع معايا جدا. سر من الاسرار اللي ممكن يساعدك قوي انك تتطور سنة عن سنة، هو واخدين السر ده فكرة الزراعة. فكرة الزراعة بتقوم على المواظبة على اداء فعل معين، الا وهو الري لزرعة معينة في ظل وجود بيئة مساعدة ليها ان هي تنمو. فكل اللي حضرتك بتعمله هو فعل محدد ثابت بمقدار معين. المثير في الموضوع انه انت قبل ما تعمل كده ما بتبقاش مصدق ان ده ممكن ينجحك في وقت من الاوقات، او ان ده ممكن ينجح الزرعة زي ما حصل معايا انا بشكل شخصي. انا ليه ما بعملش كده؟ طب هطبق ده ازاي؟ ابتديت اطبق نفس المبدأ، مبدأ الفعل الثابت بنفس المقدار، ولو قبل التطوير بعد كده كنت بطوره. ففكرت ازاي ممكن احافظ على جسمي باني العب جزء من الرياضة اليومية اللي المفروض العبها، وانا من الناس اللي نوعا ما بتكسل. طب اعمل ايه؟ فاخترت لعبة نط الحبل. اعمل ايه؟ انا كل اللي انا قادر اعمله في الوقت اللي انا كنت بفكر فيه اجرب النموذج ده، هو ان انا بعرف انط يا دوب 10 نطات حبل. اول يوم اشتغلت 10 نطات، تاني يوم ثبت المبدأ، تالت يوم 10 نطات، رابع يوم اتفاجئت انه انا مش بنط ال 10 نطات بس، ده انا عندي قدرة ان انا اجيب اكتر. فجأة ال 10 بقوا 13، اليوم التاني 13، اليوم التالت انا توقعت ان انا لما هزيد هبقى ازيد 3 نطات، بس فاجئت ان ال 13 بقوا 19، وهكذا وهكذا لحد ما وصلت في وقت من الاوقات ان انا بقيت انط 150 و170 في اليوم الواحد. اتعرفت على نموذج في تنظيم الوقت في العمل، ان انت بتقسم وقتك في الشغل 25 دقيقة عمل وخمس دقايق راحة لحد ما تتطور. فابتديت مع ال 25 دقيقة الأولانيين. في القراية جيت أظبط المعدل، اكتشفت كمان اكتشاف جديد، ألا وهو إن أنت محتاج تفهم بس أنت واقف فين النهاردة في المرحلة الحالية بتاعتك. فبالتالي الشغل ده الأول أنا بعمله بدون أي تقييم للذات بأي شكل من الأشكال. مش شغلتي ان انا اقيمني، انا بس بعرف المعلومه وادونها. فبالتالي انا طلعت القرايه الصفحه الواحده بقدر اقراها في دقيقه واحده. فمعدل القرايه لو انا جيت احكم عليه هقول بطيء، انما احنا اتفقنا انا بركن الحكم على جنب. فبالتالي دقيقه واحده يعني صفحه واحده، ده معناه ان انا لو قسمت وقتي يا دوب 10 دقائق هقرا فيهم 10 صفحات. طيب انا بشكل شخصي قبلت الفكره دي او قبلت البدايه دي، ابتدي 10 صفحات يوميا. وهكذا اكتشفت ان النموذج نفس النموذج اللي حصل معايا في نط الحبل حصل معايا في القرايه. فبقيت اقرا اسرع نوعا ما، ال10 دقائق بقيت اقرا فيهم 11 صفحه. بعد كده شويه شويه الموضوع ابتدى يزيد، بعد شويه شويه فهمت انه ال10 صفحات دول ممكن يزيدوا لو انا ابتديت اتعلم قرايه صح. بمجرد ما اتعلمت قرايه صح بالعين، ال10 صفحات ابتدوا يزيدوا. ابتديت كمان ابص على 25 دقيقه كنت باخد منهم 10 دقائق اقرا فيهم 10 صفحات، دلوقتي كملت 25 دقيقه لقيت نفسي مع ال 25 دقيقة مش بقدر بس 25 صفحة، إنما الأعداد ابتدت تزيد معايا. بقيت بعد ما كنت بقدر أقرأ 25 صفحة في ال 25 دقيقة بقيت اقدر اقرا 30 صفحه و35 صفحه. لقيت كمان ان المثير في الموضوع ده ان انا بعد ما كنت بقدر اقرا صفحات معينه، انه مع التكرار يوم عن يوم اكتشفت ان انا في خلال 10 ايام خلصت كتاب حوالي 275 صفحه. فلقيت نفسي انجز في الكتب اللي موجوده عندي. فثبت النموذج وقلت كمان اختبره مره تانية، وابتديت اختبر النموذج بتاع التطوير لحد ما انا النهارده مصدق فيه جدا. عشان كده بشاور لك عليه النهارده تقدر تعمل كده، ان انت بس خد نوت عن الوضع الحالي اللي انت فيه. انا مش عايزك تقرا 50 صفحه في اليوم ولا 10 صفحات في اليوم، انا مش بدعوك ان انت تعمل اعداد معينه. ابتدي على حسب مقدرتك النهارده، واثبت على حسب المقدره بتاعتك لوقت معين، يوم 2 3 4 لحد ما تلاقي عندك القابليه ان انت تزود. فتبتدي وانت بتكريت عاده. احنا كده دخلنا بقى في موضوع كبير حبتين، اللي هو انت بتكريت او بتصنع عاده ليك، بس من غير ما تحسس نفسك او تحسس جسمك ان انت بتجبره، علشان ما تدخلش في الريزيستنس او المقاومه من جسمك للفعل اللي انت بتعمله. لا، ما تعملش كده. ابتدي على حسب مقدرتك وتطور على حسب مقدرتك. خليك فاكر ان لو انت النهارده مقدرتك 1%، طلع الآلة الحاسبة بتاعة الموبايل ودرب ان 1% دي لو انت لمدة سنة بتزود عليها بس 1%،